ركز كده معايا شوية واسمع الكلمتين دول. الرزق ده بتاع ربنا، هو عارف مين يستحق ايه، وكلنا في الاخر متساويين 24 قيراط، بس باختلاف نعم ربنا علينا كلنا. كل حد فيه حاجة مميزة بتخليه مختلف عن التاني. اوعى تستكتر حاجة عند حد ومش عندك، اوعى، لان التركيز في نعمة حد تاني وحقدك عليه المستمر ده ممكن يسحب منك النعمة بتاعتك وانت مش حاسس، وبعدها تحس ان انت قد ايه كنت بني ادم غبي ونظرتك قليلة. احمد ربنا على اللي معاك يزيدك، اتمنى الخير لغيرك زي لنفسك، ربنا يزيدك. اوعى تفضل باصص طول عمرك على نص الكوباية بتاعتك الفاضي وتنسى ان في نص تاني مليان. طب وانا هتحسد على ايه يعني؟ انا ما حلتيش حاجه تحسد عليها. بص يا سيدي، يحسدوك على صحتك، ذكائك، اخلاقك، يحسدوك على جوازك، على علاقاتك الكتير، ممكن تتحسد على اكله انت اكلتها، على عيالك، على طريقه لبسك، على لياقتك وشغلك ورزقك وشكلك وعلى بيتك. بيحسدوك لو ربنا خدك يوم الجمعه، بيحسدوك على اتفه شيء تفكر ان هو ملوش لازمه عندك. انت لو قاعد من الشغل وهو مطحون يقول لك يا بختك، احنا مطحونين وانت مريح دماغك وجسمك من الشغل. الحاسد ده مش بيحسد على حجم النعمه، الحاسد بيستكتر عليك النعمة.